ازي حضرتك يا استاذ؟ ازي حضرتك يا استاذ؟ الحمد لله تمام. الله يخليك. تفتكري ايه دور المؤسسه؟ والله احنا لو قلنا تعريف ليها مبسط جدا، هي مؤسسة الشباب. تمام. هي مؤسسة تعمل من أجل الشباب وللشباب. بمعنى المؤسسة هنا كل أهدافها أولا تخدم البيئة اللي هي عايشة فيها، اللي هي المفروض إن هي منطقة حلوان، وكمان عندها أهداف يعني أكبر شوية تخدم الحلم العربي كله، اللي هو تحقيق سوق عربية مشتركة. طبعا الشباب هيدعوا ليها بإذن الله في كذا مؤتمر، ويكون في مؤتمر بيتنظم باسم مؤتمر شباب أنا عربي. المؤتمر ده بيتكلم عن الوحدة العربية رقم 1، السوق العربية المشتركة رقم 2، التجمع الشباب العربي مع بعض، بحيث ان احنا نعمل الوحدة العربية اللي ما قدرتش عليها الحكومات يحققها الشباب. طب تفتكر هو الهدف حضرتك كويس جدا، بس تفتكر ان الشباب بتاعنا اولى، وبعد كده نبقى نشوف الشباب العربي؟ يعني حضرتك ما احنا جزء من الشباب العربي، لو كل بلد عملت اللي احنا بنعمله. يعني انا دلوقتي انا في مصر مثلا بسعى للشباب، بنديلهم اهداف معينه وبيحاولوا ان هم يحققوها. لو كمان في كذا بلد بنفس الاسلوب تمام، وكل دول اتجمعوا في مكان واحد، خلاص يبقى حققنا الحلم مره واحده ومع بعض كلنا. طب ايه دور حضرتك كاعلاميه في المؤسسه؟ والله انا بحاول القي الضوء على اي نشاط تعمله المؤسسه، ده رقم واحد. يعني بحاول ان انا اعرف الناس بيها باهدافها. بحاول مثلا ان انا اكتب عنها على قد ما اقدر، لو في اي مناسبه او احتفاليه بنحضر وبنتكلم عنها، وبنحاول نعرض انشطتنا للكل وللجميع يعني. طب حضرتك تفتكر ان المؤسسه لها وجود على ارض الواقع؟ اكيد، بدليل ان النهارده اهو. اكيد. يعني يعني ممكن حضرتك تذكر لنا نشاط بارز المؤسسه قامت بيه غير بتاع النهارده طبعا؟ طيب ماشي اوكي. هو دايما على طول الاستاذ، هو كفايه بس ان هم بيدعوا لاهداف كويسه جدا. الاهداف دي يعني لو اتحققت بالفعل على ارض الواقع هتفرق كتير كتير جدا. يعني الاستاذ محمد مثلا كان بيتكلم على متحف الشمع، ان هو بقى اصبح مهمل او دخل حاجه خدمه للبيئه بعيدا عن المؤتمرات. فبرضه كان هو كلفني ان انا اعمل حمله وان احنا نوصل صوتنا لوزير السياحه، صوت وزير الاثار والسياحه طبعا، على اعتبار ان هم يهتموا بالحاجات الانشطه اللي يعتبر اندثرت هنا في حلوان، زي مثلا الكابيتاج اللي لسه كنا بنتكلم عنه من شويه، زي متحف الشمع. طب المؤسسه شغاله سياسه ولا ملهاش دعوه بالسياسه ولا؟ لا، هو شعار المؤسسه لا دين لا سياسه، يعني لا بندخل في الدين ولا في السياسه. لكن لان كل منظمات المجتمع او كل المنظمات المجتمعيه اللي هي الغير حكوميه بيبقى هدفها هو الناس، او ان هي بتبقى يا دوب بس مقتصره على ال يعني ايه الافراد، مالهاش دعوه بالحكومه. بتحاول تعمل كيان تاني منفصل بحيث ان هي تحقق اللي الحكومه ما تقدرش تحققه، والجهود الذاتيه بين الناس والتعاون مع بعضهم. وبعدين دي فكره اسلاميه قديمه على فكره، اللي هي حته التعاون، يعني الناس تتعاون مع بعضها، وان في الجزء الاجتماعي ده في تكافل فيه، يعني ما يبقاش زي يعني ما فيش بعد بقى بين الناس قوي يعني. طب لو هنحط نسبه وتناسب، تفتكر حضرتك دور المؤسسه في حلوان بنسبه قد ايه؟ هي كم وهي النشأة وهي لسه نشأة، اكيد طبعا النسبة هتبقى ضعيفة ولا تذكر، لكن هنقول احسن من ما فيش. طب رسالة أخيرة توجهها حضرتك للشباب؟ اقول لهم حبوا بلدكم قوي، بس قبل ما تحبوها حبوا نفسكم الاول، لان انتوا لو حبيتوا نفسكم اكيد هتحبوا بلدكم. شكرا حضرتك.